فاي. معاكم محمد رضا. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن تكنيكال انترفيو والبيرسونال انترفيو في كل البنوك المصريه والسيستم بالظبط ماشي ازاي. النقطه دي اتسالت فيها كتير قوي، وكان في اكتر من راي فيها ومش عارفين نعمل ايه. لا ده احنا بنقع في كذا، لا ده احنا مش عارفين الستبس ماشيه ازاي، طب نوع الاسئله ايه، طب البروسيس التعيين بعدها ايه. كل ده هنجاوب فيه في الفيديو ده ان شاء الله على كل الاستفسارات دي، عشان اتسالت فيها اكتر من مره. بدل ما ارد على كل واحد عملت فيديو مجمع لينا كلنا. زي الفل زي الفل. الفكره كلها هنبدا بالاهلي ومصر، عشان دول اهم يعني اثنين حاليا، والاكتر معنى اصح ناس بتدخل فيهم بيرسونال وايه وتكنيكال. زي الفل. الفكره كلها نبدا بالبيرسونال. انت كده احنا اتفقنا ان احنا بنروح نمتحن انجلش اي كيو. الطبيعي المفروض انا امتحن انجلش واي كيو وادخل بيرسونال في مبنى ال70 اللي هو في اداره الاهلي، تمام. بس الفكره حاليا في ناس ما عادش بيحصل معاها كده للاسف. بقى بيحصل ايه؟ تمتحن انجلش، هتدخل اي كيو، خلصت الاثنين دول خلاص انت بيقول لك روح، وهنبعت لك ميل يفهمك فيه انت مطلوب منك ايه بعد كده، او الستيب اللي بعدها هتبقى عباره عن ايه. كان الاول النظام الاول كان الثلاث امتحانات بيبقوا في نفس اليوم. فكره انجلش اي كيو بيرسونال، وده طبعا كان بيبقى اوفرلود جدا وضغط زياده، فما كانش يعني ناس كتير كنت ممكن تعدي انجلش وتعدي اي كيو، تيجي في البيرسونال انت خلاص انهارت بقى، انت صاحي من الفجر اساسا ورايح، فخلاص انت داخل البيرسونال نايم اساسا. فاكتشفوا ان هم في ناس كتير بتقع بيرسونال رغم ان هم كفء وناس كويسين جدا، بس للاسف بسبب الاوفرلود عليهم في امتحان انجلش في امتحان اي كيو ما بيبقاش في وقت معين او في طاقه ان انا اعمل الانترفيو في الاخر. فاظن يعني وجهه نظري دي طبعا ان هم عملوا ايه؟ خلوا البيرسونال يعني سيبريت، فصلوهم عن بعض لوحده بميعاد معين، تمام. فكده بنص التعيين بالنسبه للاهلي، انا بتكلم على الاهلي دلوقتي، عباره عن ايه؟ انجلش اي كيو روح، تمام. في بعض الحالات بيقولوا لهم اقعد اعمل بيرسونال، بس حاليا النسبه الاكبر بالنسبه لي اللي يعني اعتمدت على ناس كتير وحصلت مع زمايلكم كتير هي كانت ايه؟ روح وهنكلمك تعمل بيرسونال. حلو. طب خلاص احنا روحنا هيكلمونا نعمل بيرسونال، انا اجهز نفسي ازاي؟ انا اشوف الدنيا فيها ايه. الفكره كلها في البيرسونال يعني هو قايم على 85% كونك واسلوبك وشخصيتك ولبسك وطريقتك ونظراتك وكل حاجه فيك، ده 85% في البيرسونال. 15% الباقيين دول عايز اقول لك هي الداتا والانفو اللي معاك. فالفكره كلها انا 85% عباره عن يعني نفسي، فده اكيد هيخليني اكون مجهز نفسي وعامل سيميوليتنج ومحاكاه في البيت كده بقى مع اخويا مع اختي مش فارق لي على البيرسونال ده. زي الفل زي الفل، تمام. طب انا دلوقتي الفكره معايا في ايه؟ اتفقنا اللي هو نفسي، بمعنى ايه بقى؟ ناخدها بوينت كده، ستيب باي ستيب بالراحه كده نتكلم عليهم. اول حاجه نظافتك الشخصيه، قميصك مكوي، بدلتك مكويه، جرافتك مفروده، كل ده لازم. دقنك بالنسبه للدقن لا تبقى محلوقه، ويفضل تبقى محلوقه، لا متدرجه تدريجه حلوه ومظبوطه، بس يفضل يبقى محلوقه. زي الفل زي الفل. شعرك يكون مظبوط، تمام. ولا بقى عامل لي كيرلي، ومفيش موظف بنك كيرلي، انت فاهمني؟ مفيش موظف بنك عامل مولد، انت فاهم؟ مفيش الكلام ده. لازم حلقه مهذبه بتاع راجل محترم كده. زي الفل زي الفل. كده بالنسبه لجزء الشعر. وجزء النظافه الشخصيه بالنسبه لي في ايه بقى؟ الضوافر. ضوافري بالنسبه لي مهمه جدا هناك. ضوافري ثم ضوافري. انا عايز اقول لك في ناس كتير بتقع في البيرسونال بسبب الضوافر. 90% 95% 200% من الاتش ار بيبص على الضوافر. ضفرك طويل وانت نازل كبوزيشن تيلر، انت ضحك بس. تتعامل ازاي مع كاستمر وانت ضوافرك طويل؟ ايه هتخربشهم؟ اكيد لا. يبقى ايه؟ يبقى الفكره الضوافر دي مهمه جدا. يبقى ضوافري، شعري، دقني، لبسي فورمال كامل. الجرافات محدش يروح من غير جرافات، بيرجعوا ناس من غير جرافات او يعلقوا تعليق سخيف، مش عايز تسمع كلمتين ما لهمش لازمه. فورمال كامل وانت بتعمل ايه الامتحان انجلش واي كيو، وانت كمان داخل البيرسونال فورمال بمعنى الكلمه. ويفضل يبقى بدل غامقه، بلاش في الفواتح برضه عشان ما تبقاش شاذ وباين قوي، انت فاهم؟ يعني تدخل اسمر تمام، انت بقى تروح له بدله بيج فتبقى باين قوي، يقول لك تعالى، فاهم؟ فخليك تستخبى وسطهم كده. تمام. فانا خلاص بالنسبه لي النظافه، وبدلتي مترتبه، شعري مترتب، دقني مترتبه. نيجي بقى عند اول ما ادخل وبتاع، ندخل ابتسامه بسيطه خالص، مش كده، لا ابتسامه خالص، حاجه بسيطه خالص بدون اي مزايده كده، حاجه بسيطه، صباح الخير، وتقوم قاعد. اول ما تقعد تقوم فاتح قافل البليزر وانت داخل، تقوم فاتح زرار البليزر، فارد ظهرك، ايدك الاثنين على رجلك، قاعد العادي بالظبط.
زي ما انا قاعد كده، ابتسامه خفيفه وقاعد باصص يعني في الجبهه بتاعته على طول، وابتسامه خفيفه ولطيفه جدا. انت مش رايح تقدم حربيه، الحوار ابسط من كده بكتير قوي قوي قوي، قايم على تقييم وايفالويتنج لشخصيتك بس على مبادئ معينه. فانا بقول لك ستيب باي ستيب اهو هنعمل ايه. دخلنا صباح الخير، ابتسامه خفيفه، فتحنا البليزر بتاعنا، قاعدين فاردين ظهرنا، ايدينا تحت، بلاش ايدي كده ايدي كده، ولا اتكلم اعمل له كده ولا اعمل مفيش الكلام ده، ايدي تحت زي ما انا واصف بالظبط كده. قعدنا، اول سؤال يسالوه لك يقول لك الطريق كان اخباره ايه؟ ده جس نبض. انت مثلا لو جاي له من المنصوره مثلا، ولا جاي له من طنطا، ولا جاي له من الصعيد، بدي تقول له الطريق كان متعب والله العظيم، انا ركبت جمل وانا مش الكلام ده، مش هتقول له هو الحمد لله. بس في كتير بيفضل يشكي يقول له اصل لا ده الطريق كذا، ده انا تعبت والله. هو بيجس نبضك بيشوفك شكاء بكاء ولا لا؟ انت خلاص زي الفل، انا الطريق كان كويس الحمد لله الحمد لله. بقول لك الحمد لله على السلامه، الله يسلم حضرتك. بديهي جدا كده احنا خلصنا الاساسيات الاولانيه. ايدي تحت، مفيش حاجه فوق، فارد ظهري، ابتسامه خفيفه، يبدا بقى يتكلم معاك بالراحه كده. في الاهلي في الاغلب بيقول لك انا هكتب على الكمبيوتر شويه نوت عنك، فعيني هتبقى راحه وجايه عليك، فانت هتقول له تمام. يعني هو بيكتب نوتس مثلا على وورد ولا حاجه وبيكلمك كده، يقول لك كذا كذا، عشان دي بالنسبه له تبقى مرجع ويرجع لها بعد كده. اللي هو مثلا باسم كان عمل ايه معايا فرضا، اسمع شويه، باسم كان عمل ايه في الانترفيو بتاعي، باسم كان ايه، هو بيكتب كل النوتس عنك بقى. لا اتكلم باسلوب وحش، لا ده صوته علا هنا، لا ده رفع ايده، لا ده ضفره مش مقصوصه، لا ده مش مظبوطه، لا سؤالته سؤال كذا وغلط، كل ده بيكتبه عنك. ده في الاغلب اللي بيحصل. طب ما عملش كده خلاص زي الفل، يبقى قاعد اكنه قاعد مع واحد صاحبه كده بيتكلم معاه. تمام، بديهي جدا. الاسئله احنا بنتكلم على الاهلي الاول خالص، الاهلي ندخل على مصر. الاسئله بتكون ايه بقى؟ هو كده في ملف كامل معايا متاح فيه كل الاسئله اللي بنتكلم عنها دي، بس احنا هنقول المين كويكشن او الاكثر شهره بمعنى اصح، واللي هي ايه الموست كومن معانا، واللي اتسالت كتير من زمايلكم، حلو، واتسالت انا شخصيا كمان. فالفكره في ايه؟ اول حاجه طبعا tell me more about yourself او introduce yourself. ده بديهي جدا، يعني الف ب انترفيو بيكون كله بالانجلش طبعا. قايم على ايه؟ قايم على حاجه سيمبل قوي، سيمبل سنتنس. هتقول لي اسمك، هتقول لي سنك، هتقول لي اتخرجت من كليه كذا، هتقول لي جامعه كذا، هتقول لي بجريد كذا او بتقدير كذا، هتقول لي انا في اكسبيرينس كذا، اشتغلت في كذا، هتقول لي بنفس الترتيب البسيط ده وبنفس الترتيب اللي انت بتحبه. يعني مش بقول لك قولهم بلا بالصيغه دي انت مجبر تقولي، لا، ترتيب بسيط جدا، ده اللي مطلوب منك كله. انت كل ده تكتبه في كشكول بطريقه معينه، بتسيستمه في دماغك بطريقه معينه. انا رايح اتكلم في كذا 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 كذا، زي الفل. يجي يسالوني ما بحفظ، اوعى تحفظ، احنا مش بنحفظ، احنا رايحين ندردش معاهم. خلاص يبقى انا هقول اسمي وهقول سني، وبعد ما اقول سني اقول كليتي، وبعد ما اقول كليتي اقول التقدير، وبعد ما دي اسم سن كليه تقدير جامعه، اشتغلت فين، اكسبيرينس، اي تريننج خدته سكوره، اي كورس خدتها سكورها بطريقه بسيطه بجمل بسيطه بانجلش بسيط. هو الملف اللي معايا هو فيه كل ده متوفر فيه، يعني كل الاسئله متوفره فيه، حتى طريقه الاجابه اللي بقول لك عليها دي موجود فيه نفس الطريقه دي. بس انت عايز تجازم على نفسك مفيش مشكله برضه. اللهم صل على محمد. خلاص انا كده بالنسبه لي اول نقطه خلاص اسكبينا اول نقطه. طب يا مستر الامتحان انجلش ولا الانترفيو سوري انجلش ولا عربي؟ هو ده ميكس، هو بيشكل لك. هتلاقي مثلا يقول لك تيل مي مور اباوت يور سيلف، خلاص تمام. بعد كده يقول لك احكي لي عن موقف صعب حصل لك، فانت تقوم رد. هو سالك انجلش ترد انجلش، سالني عربي ارد عربي، انا معاه ترجم معاه على طول. يعني من غير ما تقول له ارد عليك عربي ولا ارد عليك انجليزي، لا ما تقولش كده. هو سالك ارد على نفسك، اتكلم عربي ارد عربي، اتكلم انجلش ارد انجلش، تمام. مثلا يقول لك قول لي موقف صعب، فانت حكيت الموقف الصعب بتاعك، خلاص تمام. هتلاقي بعد كده يقول لك واتس يور سترينث، ايه نقاط القوه بتاعتك؟ هتلاقي نفسك ملقلق، لا تبقى مجهز نفسك وعندك تلقائيه كده. خلاص انا كذا، انا شاطر في كذا، انا مركزين ومجهزين ده كله في دماغنا. هو هيعمل معاك كده، حبه انجلش حبه عربي، كله عربي كله انجلش، انت حظك. بس احنا بنبقى رايحين جاهزين بالاثنين، انجلش وعربي. مكسنا احنا زي الفل، عربي احنا زي الفل، انجلش احنا زي الفل، تمام. هي فكره بس تريننج بسيطه زي ما اتفقنا. نيجي عند اهم الاسئله بقى، اللي هو المين كويكشن اللي احنا نركز عليها. قدم نفسك خلاص، واتس يور سترينث، نقاط قوتك، يور ويكنس، نقاط ضعفك،
tell me about difficult situation you have faced. موقف صعب مريت بيه في حياتك. ده بقى تقوله بقى في شغل مثلا كان عندك ديدلاين تسلم ريسيتس مثلا او تسلم ريبورت، او مثلا كان في شغل تشتغل اثناء دراستك مش عارف تعمل بالانس ما بين الشغل والدراسه، ممكن تذكر ده برده زي الفل مفيش مشكله. ممكن براحتك، يعني في حريه وفي فلكسبيليتي جامده قوي في الاجابه على السؤال ده. تمام، بس دي الفكره. كده 3 اسئله. قدم نفسك، نقاط القوه ونقاط الضعف، اتفقنا بنجهز كل ده بالانجلش والعربي ومتوفر معانا في الملف زي ما اتفقنا. نيجي برضو وموقف صعب مريت بيه في حياتك. تمام، نيجي برضو شويه اسئله هي هتبقى يعني مينلي كده تكنيكال شويه، بس برضو وارد نسالها. وات دو يو نو اباوت البانكينج سيكتور، المجال المصرفي بصفه عامه تكون مجهزه. السنترال ايجيبشن بانك، البنك المركزي المصري، تعرفي عنه. نجهز برضو الاسئله دي. كل دي اسئله بسيطه ونعرف نجهزها باسلوب حلو. كده اكدنا على شويه الاسئله بتاعتنا امان كده دول. ندخل على السي في بتاعي. هو بيخلص الاسئله دي بيعصرك في السي في بتاعك. كل بوينت انت كاتبها في السي في اوعى تكتب في السي في، بالذات في الاهلي اوعى تكتب في السي في. بيجيب لك بقى ايه من ساعه ما دخلت الشغل لحد ما روحت انت كنت بتعمل ايه، احكي لي انا قاعد معاك. كل ايه في شغل الاهلي كده. فانا بالنسبه لي السي في بالنسبه لي كاهلي انا مش هكذب في حاجه. انا اعرف ناس كتير بيكتبوا في السي في بس ده مش مصلحتهم بصراحه، بالذات في الاهلي. فاحنا نعمل ايه؟ ناكد كويس قوي 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 على كل بوينت. لا ده حقيقي، يعني انا خدت تريننج في سي اي بي اكتبه، خدت تريننج في بنك مصر اكتبه، خدت تريننج في شركه مقاولات اكتبه، اشتغلت في شركه عربيات اكتبها، بس مش بكتب في حاجه عشان كل الريسبونسبيلتيز بتاعك في الشركه دي هيسالك عليه. قول لي انت كنت بتعمل ايه؟ ايه اصعب موقف حصل لك هناك؟ اخبار مديرك القديم ايه؟ كل ده هتسال فيه. السي في بتاعي بيعصره حرفيا. احكي لي عن شغلك القديم. اتفقنا؟ كده يعتبر 90% من البيرسونال خلص. زي ما اتفقنا قايم على نظافتي واسلوبي ودرجه صوتي. التون بتاع صوتي ما تبقاش كده شكلك اتخانق، ولا تبقى واطيه اللي هو انا حضرتك انت بتتكلم كذا وانا بكلمك بالراحه، درجه الصوت مسموعه، والعين زي ما قلت لك قصاده كده بابتسامه خفيفه. تمام، ده بالنسبه للبيزكس اللي احنا اتفقنا عليها. كده ده نضونا. باقي بس جزء واحد وهو اللهم صل على محمد. انت لما بتخش البيرسونال كده لما بتخلص في تاهيل انجلش واي كيو بيديك ابلكيشن تملاه في بقى الايه الداتا بتاعتك، اسمك، اسم والدتك، اسم والدك، شغالي والدك، شغالي والدتك، يور اكسبيرينس والشغل السابق بتاعك كله، والاكسبكتد سالري بتاعك. ما تطلعش فوق قوي، يعني ما تطلعش فوق. مش عايز اقول مثال في مش هديك الرقم ده، هو كده كده الاكسبكتد سالري بيفكسوك اصلا، مش بيبصوا لك الرقم ده كام. كده كده انت اصلا بتنزل على ريت معين ثابت في الاهلي، يعني معنى انه دلوقتي مش موضوع. فاكتب الحاجات دي بالعقل كده وبالراحه. هيجي بقى جزء مهم جدا، هيقول لك بقى الايه الاقسام اللي انت عايز تدخلها. 4 اقسام كده، 1 2 3 4. اول قسمين هتكتبهم ده بالنسبه لك فخ في الانترفيو. كتير قوي كتب بقى ايه، انا عايز ادخل قسم الائتمان، انا نفسي اشتغل في الائتمان. هو ما يعرفش حاجه الائتمان اصلا. كتب كريدت ديبارتمنت. يخلص بقى البيرسونال وكله زي الفل، نظامه وصوته ورده على الاسئله كله زي الفل. يجي بقى الشرف في الاخر بيقول له تمام احكي لي بقى تعرف عن الائتمان. الكريدت بقى بمعنى اصح هو انت عايزك تحكي له كل البروسيس اللي بتحصل في الائتمان. اي اوبريشن قد كده هتحكي له في الائتمان. فانت اي قسم هتكتبه، اي ديبارتمنت هتكتبه في البيرسونال تبقى متاكد ومتيقن انك مذاكره كويس. اقول لك كمان ال4 اقسام اللي هتكتبهم لي تبقى مذاكرهم. خلاص انا نفسي ادخل عمليات، خلاص انا هدخل اوبريشنز، خلاص انا هكتب له اوبريشنز اول حاجه، بس هدخل اتكلم فيها صح عشان اقري فيها. شات جي بي تي بقى، جيميناي، جوجل، يوتيوب، اللي انت عايزه، اي حاجه. المهم تدخل لي مجهز الديبارتمنت اللي انت عايز تدخله كويس قوي وقرا عنه حلو قوي 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 قوي، عشان انت هتتسال فيه هتدعك فيه حرفيا. اقول لك احكي لي بقى تعرف يعني. فاحنا هنذاكر ال4 ديبارتمنت. هنكتب مثلا ايه؟ انا مثلا كنت كتبنا كريدت، اوبريشن، كاستمر سيرفيس، تريدر، زي الفل. كتبنا دول. طب انا بالنسبه لي اعمل ايه في دول؟ انا كل ديبارتمنت بقى في دول، كل ديبارتمنت في دول انا اقعد اقرا عنه بقى، اجمع داتا عنه، مش بحفظ. انا مش بحفظ، انا بجمع داتا، بجمع انفو. في كذا وكذا 4 5 معلومات عن كل ديبارتمنت، مش حوار. جمعت كل ده زي الفل. هتسال فيهم بقى، يقول لك قول لي كذا تعرفي عن كذا، مش عايز تدخل قسم كذا قول لي بقى تعرف عن. بالراحه كده نتكلم عنه ببساطه، وبلاش نعلق بسقف الطموحات قوي، نتكلم بالراحه. تمام؟ في الاخر بقول لك شكرا، عندك اي اسئله عايز تسالها لي؟ قلت له شكرا بس. يقول لك خلال اسبوعين لشهر هنتواصل معاك. كتير بقى
ده بالنسبه للبيرسونال بتاع الاهلي، بكل تفاصيله، بكل البوينت اللي ممكن توقعك، يعني بمعنى اصح ده كل حاجه انت ممكن تعرفها عن الاهلي. في ناس كتير بتروح وللاسف اللي يجوا بعدها يعدي اسبوعين يعدي شهر يلاقي مفيش مكالمه جات له مفيش اي حاجه جات له، ده للاسف وقع بيرسونال، فبيرجعوا يتواصلوا معاه بعدها تاني ب6 شهور يعني ري بيرسونال مره تانيه. ده بالنسبه للاهلي. كده احنا خلصنا ضمن بيرسونال الاهلي بكل تفاصيله، مفيش اي حاجه في زياده بمعنى اصح. تمام؟ تمام؟ كده بالنسبه لي ده اول جزء بالنسبه لي اللي هو اللهم صل على محمد، بيرسونال الاهلي المصري. ندخل على بيرسونال مصر عشان هو مشابه ليه جدا، بس الفكره في بيرسونال مصر، مصر بقى عمل لقطه كده غريبه الفتره اللي فاتت، اللي هي ايه؟ كان بالنسبه له امتحان في السكنات المعادي، الهيد اوفيس بتاعه معروف هناك، بعدها انجلش اي كيو بيرسونال دايما هناك ثابته، حاجه فيكسد هناك بالنسبه لمصر. الفتره الاخيره عمل ايه بقى؟ ودى شويه ناس امتحنوا زمايلكم في المعهد المصرفي، فاللي راح امتحن في المعهد المصرفي ده راح انجلش واي كيو بس، وقالوا له هنكلمك البيرسونال. فلو انت جالك مصر معهد مصرفي امان عادي تبعنا برضه، نروح نحل برضه بيكلمونا على البيرسونال زي الاهلي كده بالظبط، ونفس البروسيس بتاعه ونفس الاسئله بنفس كل الديتيلز. اتفقنا؟ احيانا بيعمل زي الاهلي، هو فرع ال70 فرع سكنات المعادي يدخلك انجلش اي كيو، بعد انجلش اي كيو يدخلك ايه؟ يدخلني بيرسونال، نفس الديتيلز نفس كل التفاصيل على الاهلي هي على مصر. اتفقنا برضو؟ يعني مش هنختلف كتير، نفس ماتيريالك نفس مذاكرتك نفس كل حاجه، بس ده مصر ده الاهلي في حوار الايه؟ البيرسونال زي الفل. ندخل على جزء التكنيكال، والجزء التكنيكال بالنسبه لي يعني ده اللي هو بقى ايه؟ ده البابا كاهلي كمصر. بيكون النظام ايه؟ النظام اللي هو انا مثلا رحت خلصت الحمد لله بيرسونال وزي الفل، بتقعد فتره بقى لا يعلمها الا الله، يعني الفتره دي يعني اللي يعلمها ربنا وحده. ليه بقى؟ في ناس قعدوا اسبوعين زي الفل، في ناس قعدوا اسبوع وكلموهم على التكنيكال، يعني هو انت خلصت بيرسونال زي الفل يقول لك تعالى تكنيكال بقى. ناس قعدوا اسبوعين، ناس قعدوا اسبوع، ناس اعرفهم شخصيا قعدوا 4 ايام ما شاء الله يعني، ناس قعدوا 6 شهور، ناس قعدوا 5 شهور، ناس قعدوا سنه. هي الفكره كلها رزق وحظ ونصيب، ويعني لو لقمة عيش مكتوب لك هناك هينجزك على طول، هو رزقك وربنا كاتبها لك في كذا، ربنا يعني زي ما تقول بيختم عليها فتقوم نازلك من عند ربنا في ميعاد معين. يعني لازم تبقى صبور قوي 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 في بروسيس تعيين اي بنك في مصر، سواء اهلي مصري كيو ام بي سي اي بي تجاري في اي بنك، لازم تبقى صبور قوي قوي قوي، يعني تحلى بالصبر على قد ما تقدر، اللي هو مش اسبوع ولا كده، انا لا، حوار طويل وبتطول قوي. يبقى احنا خلصنا بيرسونال وسايبين بقى لربنا في التكنيكال. كلمونا تكنيكال، اول ما يكلمونا تكنيكال نتوكل على الله نروح. الفكره في التكنيكال ايه بقى؟ انت بتروح تقعد مع الاريا مانجر ومديرك في الشغل بمعنى اصح، يعني مثلا انت هتنزل فرع في المحله الكبرى مثلا في الغربيه زي الفل، تنزل يودوك تكنيكال في طنطا عاصمه المحافظه بتاعتك. طب انا هنزل في الشرقيه، هنزل مثلا في ابو كبير، يودوك في الزقازيق، او ممكن يبقى في هيد اوفيس عندك في ابو كبير عادي مش شرط، بس الفكره في ايه؟ انك بتقعد مع حد عالي قوي اللي هو تور مانجر بالنسبه لك او اريا مانجر بالنسبه لي، اللي هو يعتبر كده ماسك المحافظه دي. فده بيبقى برضه ستيل نفس الستبس ونفس البوينت اللي احنا ركزنا عليها قوي في البيرسونال. نظافتك ده اساسي، انت كنت قاعد مع مجرد اتش ار في هيومن ريسورس في بنك، انت تخيل بقى انت قاعد مع تور مانجر، تور مانجر اريا مانجر، بتتكلم في ايه؟ نظافتك ثم نظافتك ثم نظافتك، ثقتك في نفسك ثم ثقتك في نفسك ثم ثقتك في نفسك. اكيد ده يعني الف ب مش محتاج اكد عليه خالص. طب خلاص انا ضمن دول اكدنا على كل ده، نذاكر ايه؟ ستيل برضه في ملف خاص بالتكنيكال مصر واهلي توفر معانا في كل الديتيلز اللي ممكن تتسالها. حلو جدا. طب انا داخل تكنيكال، مكالمه التكنيكال اللي بتجيلي في حاجه من الاثنين، يقول لك انت عندك تكنيكال يوم كذا 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 كذا، تعالى. ده بقى ده ايه؟ ده قتلك، ده ذبحك، ده سلخك حرفيا، ده ساب لك بنك جامد بكل الديبارتمنت اللي فيه، انت مش عارف تدخل قسم ايه اصلا ولا رايح على ايه. لازم تذاكر كل حاجه في البنك. ازاي بقى؟ هتدخل لي بقى ايه؟ على الملف اللي انا هديه لك ده في كل الديتيلز عباره عن ايه بقى؟ اقسام البنك كلها، مهام كل قسم، الاقسام دي جواها موظفين، مهام كل موظف. الفكره كلها في ايه؟ تمام؟ فبالنسبه لي مكالمه التكنيكال لما تجيلي وما حددليش الديبارتمنت اللي انا هدخله، او انا هنزل فرع مثلا، هنزل كاستمر سيرفيس، هنزل تيلر، هنزل، احنا ما لناش علاقه باللي احنا كاتبينه في البنك في الابلكيشن،
افكس ده كله. هو اللي هيقول لك القسم ايه لما يقولكش ويسيبك عايم. ما قاليش انا هذاكر كل حاجه، اقسام البنك، مهام كل قسم، مهام كل ايه، اللهم صل على النبي، موظف معنى صح بيعمل ايه. تمام زي الفل. ده طبعا هتبقى انت كبيره قوي للمذاكره وكده، بس مقدور عليه. بالنسبه لي هذاكر اقسام البنك، مهام كل قسم، هذاكر اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، البنك المركزي، مهمه البنك المركزي ايه، انواع البنوك ايه، الفرق بين كل بنك، منتجات البنك، اهلي مصر على حسب، رئيس البنك الاهلي، التاريخ بتاع رئيس البنك الاهلي كان فين قبل كده، اللهم صل على محمد، بيزكس محاسبه، اكاونتنج، القوائم الماليه ايه، انواع الحسابات ايه، فاهم؟ بالانس شيت بقى بنعمل فيه ايه هنا، الاسيت طبيعتها ايه، اللايبيلتيز طبيعتها ايه، كل ده بالنسبه لي بيزكس محاسبه. وارد اتسال فيه، يقول لك تعرف لي عن الاسيتس، احكي لي ايه تعرف عن الاسيتس، تعرف لي عن اللايبيلتيز، برضه ستيل وارد اتسال فيه. يبقى كتكنيكال بالنسبه لي اتفقنا هنا في الديبارتمنت الاولاني انا هذاكر كل داتا او الانفو عن البنك او عن بروسيس البنك او عن ديبارتمنت البنك وكل موظف دوره ايه. ده في حاله المكالمه جات لي وانا مش عارف انا داخل قسم ايه. تمام، دي اول نقطه. بالاضافه لايه، مركزي، بيزكس المحاسبه، منتجات البنك، انواع البنوك، كل ده اتفقنا عليه، اللي هو اسئله عن البانكينج سيكتور بمعنى اصح، كل ده تساله. بالاضافه للاكونتنج، ركز على جزء الاكونتنج عشان تتسال فيه. زي الفل. نروح في الحاله الثانيه. طب انا اتقال لي بص يا ابراهيم انت داخل قسم اوبريشنز، زي الفل، انت كراجل محترم، انا هجيب الاوبريشنز دي اقرا عن كل، يعني مبدئيا السايكل بتاعها ماشيه ازاي، ايه الوظائف الموجوده جوه الاوبريشن، ايه اهم حاجه، مين الليدر، مين التيم، بيتكون ايه التيم، إيه كل ده اكد عليه. بالاضافه كمان لايه، تاريخ البنك، اكيد ده تاريخ البنك، يعني تاريخ البنك ده اساسي في الاهلي ومصر. تدخل لي على الويب سايت بتاع البنك، على اباوت اس او عن البنك، عن كل حاجه بقى في البنك، عدد فروع البنك، عدد الاي تي ام الخاص بالبنك. وبرده الحته دي ممكن نسالها في البيرسونال، كويس انا ذكرتها، عدد فروع البنك وعدد، اللهم صل على محمد، الاي تي ام بالنسبه للبنك. تمام. وبالنسبه للاهلي في سؤال مشهور، شعار الاهلي بيتكون من ايه او عباره عن ايه. تمام. انا مش هقول اجابات طبعا، يعني كل ده انا بديك بس البيزكس وبديك الستيب اللي تمشي عليه او البوينت، ستارت بوينت بالنسبه لك، امشي بالطريقه ده الوضع في 1 2 3 4. خلاص زي الفل. كده انا خلصت الجزء التكنيكال بالنسبه لي في حاله. ما قاليش انت داخل قسم ايه ولا انت داخل قسم ايه، بس دي كلها الداتا اللي تقدر تلمها في اهلي ومصر. وصدقني في السؤال هيطلع عنها، بس اهم حاجه ثقتك في نفسك، واهم حاجه نظافتك الشخصيه واسلوبك يبقى هادي، والتون بتاع صوتك مع كل بقى البوينتس اللي انا قلتها دي جمعها مع بعض، وان شاء الله ربنا يكرمك وتوصل للي انت عايزه، وتباس البيرسونال بنجاح، وتباس التكنيكال بنجاح، تدخل امني وطبي وكله يبقى زي الفل، وتمدى عقدك وتبقى احلى مصرفي في الدنيا. ده بالنسبه لجزء التكنيكال وبيرسونال، كل الداتا وكل المعلومات القيمه انا هقولها لك اصلا في الاهلي ومصر. بالنسبه للبنات برضو في حوار اللبس نختار حاجات بقى بالعقل شويه، مش عايزين حاجات مفتوحه قوي، مش عايزين حاجات اوفر ميك اب قوي، كل حاجه تبقى سيمبل في البساطه منه هتعدي، واكيد هي فورمال برضو بالنسبه للبنات. تمام. ده بالنسبه للتكنيكال وبيرسونال الاهلي المصري بكل تفاصيله هو وبنك مصر. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وزي ما اتفقنا كل الداتا دي متوفره في بي دي اف خاص باهلي وخاص بمصر، تكنيكال وبيرسونال متوفره معانا، وان شاء الله هسيب كده وسيله تواصل في الكومنتس لو عايز اكلمني. بس ده كان موضوع فيديو النهارده، واتمنى بجد يبقى عجبكم. وما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا اول باول ان شاء الله عشان ننزل فيديوهات جديده، ويعني نتوسع اكتر باذن الله بيكم. ما تنساش نشترك في القناه، وما ننساش نعمل لايك. كان معاكم محمد رضا من قناه الكونفور.